وهسه وصلت النور بي سنتر. هذا يم الحدود مثل ما تشوفون، ببارك كبير للسيارات، وحتى ببارك همات حتى تبركون تحت السقف. 3 طوابق. انا دائما ابرك بالطابق الثالث لانه السيارات بيه قليله، جو دائما السيارات تكون اكثر ازدحام، فانا اصعد للطابق الثالث ابرك. هسه نفوت ونشوف شلون شكل السنتر من داخل. اخذت عربانه، اول ما تنزلون اكو فد مصعد كهربائي مثل ما تشوفون. انا طبعا بالطابق الاول راح تشوفون اكو مطاعم. هذين المطاعم اكو بيهن صيني واكو تايلندي واكو تركي. زين. ويم المطاعم اكو هواية محلات. من المحلات هم تلقون محلات ملابس، وحتى محلات حلال همات موجود اذا تبون تسوقون. محلات اكو مال صور، اكسسوارات، اشياء مال عناية بالصحة، حلاق موجود، كافيتيريا اكو همات تقدرون مكان تشترون منه شامبوات، عطور، صيدلية. يعني سنتر كبير حلو. تكرمون محلات أحذية، سكتشر. شوفوا المحلات شلون لطيفة. هذا الطابق الثاني، الطابق اللي فيه مطاعم. سنتر زين يعني حلو بصراحة. أنا كل فترة شهر شهرين هالشكل أجي مرة لهنا، أما غير جو، أما أتسوق شوية أشياء للبيت يعني. كافيتريات، محلات بيتزا موجودة. حتى اكو محلات حلويات للاطفال، تشيبس مع تشيبس، هاي السوالف موجودة همات. محلات العاب هم موجودة. اشكال المحلات يعني ساعة وتقريبا ساعة و20 دقيقة من اوسلو، من العاصمة، توصلون لهذا المكان. تعبرون الحدود النرويجية السويدية وتجون لهنا تتسوقون. صراحة مكان لطيف. راح اتسوق شوية حلويات، تشيبس مثلا. اكو هدوم، اشياء مع رياضة. يعني شنو الاشياء اللي تعجبكم ممكن تلقوها هنا، بس لازم واحد يكون شوية فطن للاسعار، لان اكو اسعار تكون يعني مو ارخص من النرويج او نفس السعر، فالفطن بهالموضوع يقدر يتحاشى هاي المشاكل. زين. انا اول مرة راح شوية اسوق اكل احسن لي، يعني انا جاي اسوق اكل صراحة. سمعت يقولون حتى اكو باص، يجي باص، اكو ناس يقولون باص ببلاش. انا ما مجرب اجيب الباص ابد. واللي يسوقون مشروبات غازية يجون يرجعون البطالة هنا حتى ياخذون فلوس. زين.
هاي احدى المحلات. زين، اكو خبز مشكل، انواع اشكال الخبز تقدرون تلقوا هاي المعجنات والمشروبات. زين، اشكال. شكله حلو والله. ناخذ لنا واحد شكو بيها. زين، مشكل. أشكال أرناك موجودة للمشروبات الغازية، سفن آب، خبز همبرجر، معجنات تازة. شنو يخطر على بالكم تلقون موجود هنا. هاي المعجنات، أشكال أنواع المعجنات تشوفون. سمون. والله المعجنات مالتهم صراحة لطيفة، بس أنا ما أحب أشتري من عندها لأنه إذا باتت تصير مو طيبة. زين، خلينا نشوف عندهم مشروبات شي معين نقدر نشتري. مياه غازية، اكو اشكال ارناك، شنو واحد يعجبه موجود. زين، مياه غازية صناعة سويدية. كل شيء موجود، شنو واحد يعجبه موجود تلقاه هنا. صراحة السنتر يعجبني أنا. طماطة، خيار، كل شيء موجود. صراحة أرخص من النرويج. يعني هسه الخيار هاي الوحدة 15 كرون، بالنرويج 25. زين، أوكي. طماطم، عندي طماطم ما أحتاج. طماطم موجود عندي. خضروات، فواكه، شنو واحد يعجبه موجود. تقدر تحصل فواكه مجففة. خل أشوف الفواكه المجففة. تمر. أشكال أرناك. زين، هاي الفواكه المجففة. كيوي مجفف، كيلو بيش حيل، كيلو 200 كرونة، مبلغ. لا ما يحتاج. تمر من وين؟ من إسرائيل، ما نريد. خلاص كل شيء اكو. تين منين؟ وين الاسعار فيكم؟ الوحدة قريب الدولار. كولومبيا وحدة بدولار. ليش يابا؟ غالي كل شيء، بس لأنه من زمان ما ماكله أريد أشتري والله. تين من زمان ما ماكله، اشتري لي. بس يعني أسعار كفر، يعني مو طبيعية بصراحة. أخذ لي
4 تينات $4. اكو 4 تينات ب$4 ليش؟ لا بصراحة الأمور هذه مو تمام. خلاص أحسن ما تفيدني. أسعارها مو طبيعي يعني شنو الساعة؟ ما عجبتني الوضع. أدور على الدجاج عندهم أكو حلال ما موجود. زين بس شوية يكون الواحد يدور عليه. طبعا مسواق يعني خفيف مو مثل مسواق العوائل الكبيرة. يعني مو عائلة. هاي عندكم أنواع الدجاج هذني حلال الدجاج هذا حلال. زين هاي مكتوب حلال هنا مكتوب. اخذ لي 150 تشيز. اخذ لي 4. زين هذا الدجاج الحلال. شنو اكو بعد؟ اكو اشكال انواع الدجاج بس لازم تنتبهون قفل الدجاج تقرون اذا حلال او لا لانه الباقيات مو حلال. او تروحون المحل العربي. زين حسب انتو شنو تحبون. بكل الاحوال هذا اللبن اخذ لي 1. تعرف هذا وين اللبن اللي انا احبه. هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هاي 8 لا 10. اللبن زين مفيد وصحي. بعد شنو ما احتاج لا زبدة لا شيء. عصير ما يحتاج من هناك اشتري. اقدر اشتري بوتيتا مجمدة. شوف شنو اشياء موزاريلا بوتيتا من هاي. زين اشكال اكو اشكال ارناك بس انا احب هاي. انا احب هاي بوتيتا. واحد 2 3 4 5 6 8 زين 8 كافي كلش كافي 8 كلش كافي. هي تصير شوي طيبة هاي البوتيتا وهي الدجاج واحد يسويها روعة. هنا شنو اكو؟ وهنا اكو اشياء اخرى مثل معجنات بها لحم بيتزا ما بيتزا مشكل. اوكي بس مي يفيدني لان ذني مو حلال. هاي المشكلة مالتي. اكو اشياء حلال وزني يدلهم طبخ مثل قلوب مع قلوب اسكالوب ما يفيدني.
زين. راح اشوف غير خانات. جبن، هذا جبن زين، اخذ لي كذا. هذا جبن مربعات ابيض ممتاز. انواع المرتديلات بس اشوف اذا اكو مرتديلا حلال ولو مو صحيه هي، بس انا احبها مرات تعجبني اسوي بها لفات. بس ما اعتقد اكو مرتديلات حلال. كان يبيعون فترة بس بعد ما يجيبون، ما اعرف ليش. شان ايام زمان ذاك المحل الثاني يمكن اكو، بس هسه هنا ما القى. زين. القصاب مالتهم عنده شغلات مشكلة بس مو في دمنا المشكلة احنا، لانه مو مناسبات كلهم ما عندهم حلال هنا ابد، يعني خنزير وبقر مثل ما تشوفون اشكال انواع اللحم، بس ما يفيدنا. بعض المرات يجيبون لحم حلال بعض المرات بس مو دائما. هاي شغلة يعني مشكلة موجودة هنا. بس الاشياء الاخرى واحد يقدر يحصلها، يعني اكو اشياء واحد يقدر يحصلها، حتى مرات مرتديلا واحد يقدر يحصل حلال مثلا، مرات مو دائما، بس ممكن نحصله نمشي فجأة نحصل. اكو شركات تركية او المانية توفر، مثلا هنا هاي الخانة بها مرتديلات حلال. هسه عجيبا انا احبن اللي بالفليفلة، هاي اللي بالفليفلة طيبة بس ما اكثر طبعا، اجيب قليل لللفات بس قليل. زين. اشياء اكو هنا. زين. يعني كافي، هاي مرتديلا حلال 2. زين كلش كافي. يعني بضاعة ما شاء الله مشكلة. خل اشوف لين القناة قبل ما اعبرها. عندهم محضرين لحم مجروح اشكال الارناك يعني. زين. انا بصراحة اضوج من جر العربانة، لانه مرات ادعم الناس تصير مشكلة، بس على كيفي حتى لا ادعم احد. اكو جبن مبروش للبيتزا، اكو شنو الواحد يعجبه موجود. جبن مقطع لللفات. زين. كل شيء موجود. بعض المرات يعجبني لا خل اخذ غير نوعية، بس مرات تسوي لي مشاكل بالجبن، تسوي لي مشاكل، بس ماكو مشكلة. واحد يشكل مرات يعجبه ياكل، خل اخذ يمكن يوم يعجبني سوي لفة. وينه؟ اكو جبن يكون مخزن هواية اشهر يصير اغلى، بس انا اريد اجيب الجبن المقطع، لان ذاك الكتل الكبار يفيدن العوائل، انا مو عائلة
اشتري من هذا. شوفوا بريست، شنو بوس هول بريست يارله، هاي بيش 60 كرونة، ما اعتقد يخلصها. يلا اخذ هاي. يلا اخذ هاي للريوق. زين خل اشوف اكو اشكال ارناك شنو يخطر ببالكم. حتى جبنة البقرة الضاحكة موجودة. شوفوها هاي الجبنة البقرة الضاحكة. زين جبنة البقرة الضاحكة بيش. يلا ناخذ لنا وحدة في يوم نتريق. زين خلنا ناخذ اكو هيك يصيرن صغار مربعات. زين مربعات يصيرن نجرب هاي همات. خلينا نجرب هاي همات. شكو بيها. طبعا اغلب الناس هادين تلاحظون، بس هذا الولد شوي يلعب بسيطة. لسه اريد اشتري زيت زيتون. زيت زيتون اشياء اكو خضروات مجمدة ما اشتريت. اكو هناك اكو مرات اشتري تدرون شنو؟ فواكه مجمدة اسويهن بالخلاط اخلطهن، هذني هم مفيدات بصراحة. فواكه المجمدة يعني مثل الكرز المشكل اشكال، يعني واحد يقدر بالخلاط يخلطهن. زين اشكال الفواكه مجمدة. بس هسه بسيطة عندي حاليا، عندي ما يحتاج. حاليا موجود عندي. زين انواع اشكال البيتزا المجمدة موجودة، بس انا مي يفيدني لانه اغلبهن حلال بيتزات. خلص شحن الكاميرا وما قدرت اصور لكم باقي المسواق، بس هم زين كانت باخر المسواق. بس هسه وقت خلصت راح احاول اخلي الغراض بالسيارة واروح اتغدى، اشوف شنو عندهم اكلات للغدا. نشوف التين شلونه. يا ريتني ما مشتري، ما بي طعم اصلا، يعني بدولار. ليش بدولار؟ مو طيب. يلا لاني اخلينا هناك كافي هناك. اوكي خل اشوف منك خله. المشكلة هواء ومطر بارد الدنيا. انتي سدي ما محتاجيك هسه. اوكي خلي هاي اول هنا. طبعا المسواق ما احب انا اسوق، انا يضوج. جيب وودي وجيب العربانة وودي العربانة، بس مرات واحد ينجبر لازم. زين ارجع العربانة هسه وراح اتغدى. اكو مطعم ما ماكل به هنا قبل، اذا المطاعم كلهم نجربهم يعني اكلهم طيب، بس خلينا نجرب واحد جديد شوف شنو عنده. مطعم ما مجربه قبل اسمه بي تي كول جريل.
اليوم راح أجرب أشوف شنو عنده فلافل، عنده سلطة، عنده مناقيش، مشكل عنده أشياء. أخذها وأجرب أشوف. عنده سلطات، شوربة، يشوي على الفحم، كلش مرتب الشغل. بصراحة هذا المطعم أهدأ من ذنية المطاعم اللي موجودات بالنص هناك بالباحة، لأنه صاير شوية فرعي. عندهم همات شوربة، وعندهم أنواع من الزلاطة إذا الواحد يريد قبل الأكل شوية يعني ينقش بيهم. كنت ناوي آكل مناقش بس بطلت، قمت طلبت كباب على التمن، أريد أشوف شلون طعمه، لأن كبابهم يشووا على الفحم فأفضل من الكباب اللي على الغاز. الأتراك مشهورين بأكلهم، يعني الأكل مالتهم راقي. هذا الكباب على التمن يجي ويا خبزات، تشوفون. خلينا على جنب. صندوق، شوف شلون طعمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الأتراك دائما معروفين بطبخهم وأكلهم، يعني شيء روعة حسب الشيف اللي موجود. بسم الله. طيب بصراحة أول مرة أكل بهذا السنتر أكل بهالطعم هذا. طيب يعني كأنما قاعد بتركيا بصراحة، شيء روعة. هذا الساسيكي طيب همات كل شوية، يجي وياه علبتيته وتمن وشيش كباب كبير. الطيب صراحة زين، راح أعطيه تقريبا 7.5 من 10. ليش 7.5 من 10؟ الأكل كله روعة زين، لكن شوية لو كان بوفيه زلاطة بيه أكثر أشياء كان أعطيته أكثر يعني، لكن الزلاطة مالته قليلة يعني مو مشكلة هواية، بس أكله طيب. إذا أحد من عندكم يجي النورد بي سنتر وما يحب الزحمة اللي بالنص، خليه يجرب هذا المطعم. وهاي مو دعاية، أنا ما أعرفهم، الأهل المطعم ما أعرفهم ولا حياتي شايفهم، بس قلت خلي أجرب. لا المسواق اللي سوقناه اليوم طبعا نفرين يكفي، خلينا نقول شهر مثلا تقريبا، مو كل الأشياء بس أغلب الأشياء الكبيرة تكفي الإنسان لمدة شهر. يعني كلف تقريبا 4000 كرونة، يعني 4000 شوية، يعني $400 خلينا نقول. زين اكو ناس يجون يقول لك البنزين وتكلفة السيارة غالية، فأي شيء يعني
اوفر راح ادب على السيارة. هسه اكو هاي ناس عندهم سيارة كهرباء، يعني انت اوريدي عندك السيارة تقدر تشحنها بالبيت وتجي تجيب العائلة تفسحون تغيرون جو، يصير مو غلط. اذا العائلة مشغولة تقدر انت تجي وحدك تتسوق توفر لك. هو بالعائلة يوفر هواية لأنه راح يشتري مع 4-5 نفرات أكثر فيوفر. بس أنا أقول لكم أكو ناس ما يحبون السياقة الطريق طويل، ما يحب، ينزعجون يعني. أكو ناس سيارة ما عندهم فما راح يقدرون. أنا أذكر أكو كانوا جماعة يجون حتى بالباص، أكو باص كان يجيبهم من سنتر أوسلو يجون لهنا يسوقون بالباص، تخيلوا. أجواء لطيفة وحلوة. لا بصراحة الأكل مالته أفضل من ذاك، يعني الطعم تعبان عليه، والكباب لما يسووه على الفحم غير طعم يصير بيه. أنا دائما آكل هناك بس كبابهم ما أعتقد يسووه على الفحم، ما بيدش الطعم، هذا غير. بصراحة ما كنت كل جوعان، بس من كثر ما الأكل طيب يعني راح أخلص. أكو شغلة بالصيف مكيفات ماكو، يعني حارة. زين أنا لابس ردان طويل برا، أبى أطلع بردان قصير، هسه الدنيا مطر وباردة، أتمرن أدخل داخل السنتر أحتار، يعني شوي الواحد يحتار صراحة. خلينا نروح هسه سعر الأكل. هسه هذا ب200 كرونة، يعني تقريبا خلينا نقول $19. هذا الأكل الصح مناسب. الأسعار الضخمة هاي والتضخم هذا سعر مناسب، ما في مشكلة صراحة. هسه
بكل الأحوال بشكل عام صار عندكم فكرة عن شلون الأجواء تكون هنا بصراحة بالسنتر هذا. إذا الواحد يجي يتسوق اكو شغلة ما ذكرت لكم اياها، النرويج يوم الأحد مسكرة، بالسويد لا. فهذا السنتر يوم الأحد إذا الدنيا مسدودة بالنرويج تقدر تركب وتجي لهنا فاتحين. تتسوق تاكل. خل أختم بالشوربة أحسن شيء. شوربة عدس مع النعناع. يبيعون مناقيش بيتزا أكل تركي مشكل يعني. مشروبات غازية، ماي، كل شيء موجود. بس أنا ويا الأكل ما أشرب هواي ماي. الحمد لله. إذا اجيتوا تقدرون تجون هسه هنا أمامي صاير أكو نيويورك، تجون بالعكس تشوفون تخلون نيويورك ظهركم والمطاعم تصير على يساركم وتطلعون قبل ما توصلون لمحل الأكل. هذا الطابق الثاني طبعا. قبل ما توصلون لمحل مسواق الأكل راح تلقون هذا المطعم اللي أكلت به. بصراحة يعني الأكل مالته روعة، يعني 7.5 معناتها 100%. بس هذا اللي حصل يعني 10 من 10. هذا اللي يعني حتى عنده مثلا قرصون يجيب لك الأكل وهالشيء، هذا ما كان عنده. أنت كنت تخدم نفسك بنفسك، لذلك يعني 7.5 بالنسبة لي يعني 10 من 10. خلصت السفرة ومن هنا نرجع للنرويج. الطريق همات حلو هو ترى يعني، لكن اليوم مطر. اللي ما يحب المطر يكون مزعوج لأن صوت المطر وإزعاج زيادة، لكن هو على العموم مو سيء، حلو. الساعة هسه ب2، الناس وصلوا فصار ازدحام. الناس جايين للسنتر، في الطريق من هنا لآخره مليان سيارات. فالإنسان إذا يريد يقضي أحسن وقت بهذا السنتر وما يعصب الزحمات، يجي من وقت يعني السنتر يفتح الساعة 10 الصبح، تطلع من البيت خلينا نقول 8:30 خلينا نقول، يلا 8:30 حتى الساعة ونص بالطريق توصل تشوفه فتح السنتر. تسوقون وتشوفون هاي ساعتين مسواق، وراها طبون تتغدون 1.5 ساعة ساعتين هالشكل. ب2 انتو ترجعون. من انتو ترجعون تلقون هاي الناس كلها شنو استوى جاي تجي. فهاي معلومة مهمة. من توصلون تلقون اكو شرطة الجمارك او شرطة عادية حسب، مرات يكون عندهم بلاغ، يكونوا يوقفون سيارة من السيارات. فاكو هذا الجملون لا يحجون وياكم لو تطلعون قبل بيه حسب. زين، هم بالظاهر عندهم سيارة معينة او اكو شخص معين يريدون يوقفون. بس حاليا كل احد ماكو، بس هاي سيارات الشرطة الخاصة موجودة هنا. هذا هو الكنترول خلص، حتى ما حد وقفني قال لي افتح الجام.